إزاي تبدأ شغلك كمحلل بيانات وتجيب أول عميل ليك؟ النهارده هنقول لك على 4 خطوات عملية هتساعدك تبدأ صح وتلاقي فرص جديدة في مجال تحليل البيانات. الخطوة الأولى حدد عملائك كويس جدا وقدم لهم فاليو، حدد الشركات أو الأفراد اللي ممكن يحتاجوا تحليل البيانات في شغلهم، بعد كده قدم لهم خدمة سواء كانت استشارة أو نصيحة تساعدهم في تطوير شغلهم، مثلا تستهدف شركات التسويق ممكن تعرض عليهم تحليل مجاني للبيانات في حملاتهم التسويقية وتوريهم إزاي يحسنوا من أدائهم من خلال البيانات، واعرض عليهم البورتفوليو بتاعك، ولما توريهم إنك فاهم احتياجاتهم هتفتح لنفسك فرص أكتر. الخطوة التانية استخدم منصات الفريلانس، ومعانا طبعا منصات زي أبورك أو مستقل مليانة فرص للعمل الحر. ارفع شغلك القديم سواء كان مشاريع تدريبية أو شغل عملته وأنت بتتعلم تحليل البيانات، وبكده العملاء المحتملين هيشوفوا مهاراتك وتفاصيل شغلك. موقع جاجل من أفضل المنصات اللي بتوفر لك مشاريع حقيقية عشان تحسن من مهاراتك في تحليل البيانات. مش بس كده، الموقع ده بيوفر لك فرص مع شركات كتير، ده طبعا من خلال المشاريع الحقيقية اللي بتنمي مهاراتك بشكل عملي. ورابع خطوة معانا بعد ما تخلص شغلك مع أول عميل اطلب منه فيدباك عن شغله، ده هيساعدك في إنك تزود فرصك مع عملائك الجداد، وفي نفس الوقت هيزود فرصك في إنك تلاقي عملاء تانيين. وطبعا دي كلها أسباب، في الأول في الآخر الشغل رزق وهيجي في الوقت المناسب، المهم إنك تسعى وتاخد بالأسباب. وعلشان أوفر عليك الطريق جهزت لك فايل فيه أشهر المواقع اللي تقدر تقدم من خلالها على شغل، سيب كومنت بكلمة ورك وهنبعته لك.